يا مساء الانوار، عندك شروط عايز تطبقها على شوية بيانات عشان تاخد عليها قرار معين ومش عارف تعمل الكلام ده ازاي؟ جبت لك النهارده الدالة اللي بتقول لك اوامرك يا سيدي وانا نفذ. معانا النهارده دالتين بنطبقهم مع بعض ما بيقفش قدامهم حاجة، دالة اف ودالة ان. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. تخيل عندنا الجدول ده فيه شوية البيانات دي، فانا عندي شوية منتجات كمياتهم موجودة وتاريخ انتهاء الصلاحية موجود، والمطلوب ان انا احدد المنتج ده صالح للبيع ولا لا بناء على شرطين. الاولاني ان الكمية عندي تبقى اكبر من الصفر، والتاني ان تاريخ الصلاحية ما يكونش لسه عدى. يعني لازم الاتنين مع بعض يتحققوا، لو واحد منهم غلط يبقى المنتج غير صالح. طالما يعني طالما قول الثاني. احنا كاتبين المعادلة فوق للتوضيح. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجة نمسح المعادلة بتاعتنا اللي احنا كنا مطبقينها ونبدأ نكتب المعادلة من اول وجديد. اكتب له معادلة اف وبعد كده اكتب معادلة ان. هيقول لي الشرط الاولاني بتاعك ايه؟ هقول له ان الكمية تبقى اكبر من زيرو، والشرط التاني ان الاكسباير يكون اكبر من تاريخ النهاردة. نقفل المعادلة بتاعت توداي زائد 7 ايام ونقفل المعادلة بتاعت ان. يبقى انا كده حطيت الشرطين بتوعي. ابدا ارجع تاني لمعادله اف. هيقول لي طب لو لقيت الشرطين دول اتحققوا اعمل ايه؟ اقول له والله قول لي ان الصنف ده قابل للبيع سيلابل. طب ولو لا؟ هقول له قول لي نوت فور سيل واقفل الداله بتاعتي وادوس له انتر. قال لي ان الصنف اللي قدامي الاولاني دوت قابل للبيع. طب تعالى نشوف الشروط اتحققت ولا لا. هلاقي ان اول شرط عندي الكميه فعلا اكبر من الصفر. تاني شرط ان تاريخ الصلاحية بعيد. طب ننزل نطبق المعادلة على بقية الجدول. فالمعادلة بسيطة جدا، فالاكسل بيشيك على الكمية وبيقارن التاريخ بتاريخ النهاردة. لو الاتنين تمام هيقول لي ان المنتج صالح للبيع، لو غير كده هيقول لي لا ما ينفعش تبيع. انا عندي منتج هنا مثلا كميته 18 بس قال لي لا مش هينفع تبيع. ليه؟ عشان تاريخ الصلاحية بتاعه في شهر 4، احنا في شهر 5 دلوقتي، فده يتشال فورا. وسحبنا المعادلة وطبقناها. كل منتج خد تقييمه من غير مراجعة يدوية ومن غير تعب. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ فأنت دلوقتي استخدمت إف مع أند عشان تعمل فحص مزدوج للمخزن، ودي واحدة من أهم المهارات لأي حد مسؤول لوجيستيك. فالخلاصة، عايز تاخد قرار بعد مقارنة النتائج بالشروط المطلوبة استخدم الدالتين دول، لأن ببساطة هما بيشوفوا شروطك تم تحقيقها ولا لا. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.